دمتم في أمان الله. والسنة دي سنة مميزة. أعلن تنظيم والإدارة إن هيبقى في فرص قوية وكتيرة تجتاز 900 فرصة عمل لتخصصات كتيرة جدا. أعلنتها التنظيم والإدارة إن البريد المصري هيكون فيه حوالي 862، شو الرقم 862 على مستوى الجمهورية، ما بين أخصائي مكتب وما بين أخصائي بريد وما بين أخصائي خدمة عملاء اللي هو الكاستمر سيرفيس اللي بيتعامل مباشرة مع العملاء، وما بين 20 محامي برضه هيكونوا على مستوى الجمهورية، وكمان هيكون في 19 مهندس ما بين ميكانيكي هندسة ميكانيكا وهندسة ميكانيكا سيارات وهندسة كهرباء. العدد الكبير ده فرصة كويسة جدا لكل الناس إن هي تقدر تقدم ويبقى ليها فرصة كويسة. طبعا الليسانس الحقوق هيكون للمحامين، والبكالوريوس الهندسة هيكون لل 19 تخصص الهندسي، اما ال 862 هيكون مؤهل مناسب زي البكالوريوس او الليسانس، وطبعا يكون من الجامعات المصريه. يعني من الشروط ان هو يتمتع بالجنسيه المصريه، ويكون الصحيفه الجنائيه بتاعته سليمه ما فيهاش عليه اي احكام او اي مشاكل، ويكون ادى الخدمه العسكريه بتاعته. برضه من الحاجات المهمه جدا ان هو بيكون مطلوبه ان هو بيعدي الاختبارات الصحيه واختبار المخدرات، لان بيتم توقيع الكشف الطبي على المتقدمين وبيتعمل لهم اكزام امتحان، وفي الانترفيو بيبتدي يحصل طبعا امتحان تحريري وامتحان شفوي اللي هو المقابله الشخصيه. بيكون في شروط ان هو بيقدم رسوم معينه بالظبط، وبيكون بيتقدم في توقيت بالظبط كده. معانا وقت كويس ان احنا نراجع ورقنا ونراجع السي في بتاعنا. مهم جدا يكون السي في بتاعك منمق ومكتوب نسخه عربي ونسخه انجليزي. مهم جدا ان انت تكون رايح فورا، لازم تحترم ان انت مش تروح هتقول هشوفه زي ما تيجي تيجي او كده، او تعتمد على لو ليك واسطه او عضو مجلس الشعب ان هو ده اللي هيدخلك. هي ما بتبقاش كده بالظبط، لازم يكون انت برضه ليك شخصيتك وليك تواجد. فرصه كويسه. متوقع طبعا من الاسئله ان انت تسال في لو التخصص الهندسي تسال في الجزء اللي يعرف المعلومات اللي تخص التخصص بتاع حضرتك. ولو انت هتتكلم في الجزء الخاص بالاخصائي البريد او خدمه العملاء او اخصائي المكتب او كده، يشوف امكانيه ان انت هل هتتعامل ازاي مع العميل، ولو عميل متنرفز هتتصرف معاه ازاي، ولو مثلا جالك في مشكلة واجهتك هتعرف مين لو حصل. بيبتدي بقى يتعرف كأنك مقدم في أي شركة من شركات تيليكوم أو ما إلى ذلك، ويمكن تبقى الأسئلة أهدى كمان من اللي ممكن تتسألها. وطبعا لازم تكون عارف تعرف نفسك كويس، وإن أنت مؤهلك وإن أنت عندك كورسات معينة، لأن أكيد طبعا اللي عمل واللي اجتهد واللي خد كورسات واللي اتدرب واللي راح هنا وهنا وهنا مش هيستوي زي اللي ما اشتغلش أو ما عندوش خبرة. ويكون متحدث كويس وشكله برضه في الكلام وطريقته ان هو مش بيقطع الكلام، كلامه واضح، صوته واضح، الاي كونتاكت بتاعته كويسه، بيسمع كويس، عارف بيتكلم امتى بيقطع امتى. الوسائل دي كلها السوفت سكيلز الاساسيات ديت مهمه في اي مقابله. لازم تكون هندام شخصي رايح المعرفه بيرفن بسيط يا سيدي، حتى لو بس ما تبقاش يعني الدنيا، لان طبعا يعني الضغط والحركه والهنا وهنا والويتنج اللي هيكيد هيبقى متوقع انه يبقى كبير جدا لابعاد الضغط. اتوقع ان يكون في ضغط طبعا يكون اقل من 30 سنه، يعني لو اكتر من كده ما تتعبش نفسك، هتدي فرصه للاخرين. نتمنى التوفيق، فرصه كويسه جدا. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف او في اول كومنت، كل التفاصيل بالكامل، ملف في طريقه التقديم، الموقع، كل التفاصيل بالكامل اللي انا قلتها، ولكن بشكل دوكيومنتد ومرتب ومنمق. دمتم في امان الله وبالتوفيق. واي حد محتاج اي استشاره خاصه بالانترفيو والمقابلات انا مع حضراتكم، اكتبوا لي في التعليقات ايه السؤال اللي انت لو اتسالته خايف ان انت ما تعرفش تقول، وانا هبقى معاك وهساعدك، وان شاء الله يكون لكم نصيب. واكيد لو انا اقل من سني دوت كنت قدمت، يعني لو جالك الميري. بالتوفيق ليكم ان شاء الله.